السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جو ممطر. تكلموا عن المنتخب الوطني. آخر الأخبار أن إبراهيم دياز اختار المغرب. ولا لاحظتوا ذاك النهار فاش كانت لعبة ريال مدريد مع الفرقة من الألمان، ما دخلش إبراهيم، وكنا كعينا قلنا علاش ما يدخلوش هذاك الطلياني هذاك انشيلوتي. بدينا عليه بالهضره، قلنا ليه زعما كيدير الفرق، ولكن كانت خير ان ابراهيم دياز حس بلا بحال ما عندوش قيمه، لا مع ريال مدريد ولا مع فريق السبليون. بالرغم ان الدري راه عنده موهبه كبيره، كلشي كيعترف بها، كيعترفوا به غير مثلا غير الصحافه هي اللي كتعترف ديال السبليون، هي اللي عارفه. ولكن المدرب والمنتخب ديال المنتخب السبليون وانشيلوتي الفريق ريال مدريد زي ما كانت مزيانه للمنتخب المغربي ان ابراهيم دياز ديك الساعه عرف فرق ما بين وحدين كيحتفلوا به وعاطينه قيمه وعاطينه واحد الهم كبير وقالوا له مرحبا بك، وبحال وحدين دايرين ديك اللعبه ديال جيتي ما جيتيش، يعني جيتي وما جيتيش نقدر الغرض. هاد النقطة هذه كانت تحول لإبراهيم دياز، وزيد عليها حتى هي جداته من أمه، وخا هي صبليونية، وشاف بان المنتخب ديال الصبليون والصبليونيين وسميتو ما عطاش الاهتمام الحفيد ديالها، ايداتو في القرار ديالو، ولو كانت قالت راه انه صعيب، كان صعيب باش هي ياخذ القرار، ولكن ايداتو قالت ليه في ما مشى ابراهيم دياز غنمشي معاه. مشى للمغرب نمشي معاه، مشى نبقى نأيدو ونبقى نشجعو. هذه هي الجده، هذه هي الجده حتى هي راه خاص الجامعات تعطيها حتى هي تعطيها الجنسيه، لان ايدت حنا اللي ايد شي واحد كيحب المغرب، حنا معاه، راه معانا. ونتمنوا كاين حتى واحد الدري راه بان لي كيلعب حتى هو، فان فاريزي راه حتى هو كيلعب، ولا عنده زاد في لندن، ولكن عنده جنسيه مغربيه ويمكن هولنديه. حتى هذاك خاص الجامعه تمشي تشدو، تقلب عليه من دابا واخا باقي صغير، تمشي تشد الدري كيلعب مزيان. زيد عليها وجوه قديما جديده، ولكن راه بانت بواحد المستوى كبير. رحيمي الشجار تفرجتو فيه، رحيمي هذاك راه تا هو، هذاك راه يلعبنا القدام، راه لعبنا التسعود هذاك. وزيد عليها حمد الله والكعبي، دابا ولا عندنا ربعه، دير رحيمي ودير حمد الله ولا دير كعبي ولا النصيري، راه ربعه اللي موجود يلعب. انت وليد الركراكي، ها انت كتشوف بعينيك، راه الدراري كاينين، راه موجودين، هما بينوا الحيد. خاص هذيك التويشيات الصغار اللي باش فين كل واحد فين نحطو. دابا الحمد لله راه كلشي عندنا، ولا عندنا انت ابراهيم دياز راه هو كاين موجود. هما هذاك رحيمي راه هو اللهم بارك راه طياره هذاك راه الا كنتو كتقولوا اناحي نحيله، هذاك راه ماشي نحيله، هذاك راه فات نحيله الفوق. هذاك راه ماشي نقول لك القطار السريع، ولا نقول لك البرق، هذاك راه البرق، هذاك راه اللهم بارك، كيعرف امتى يتسلل، ما كيطيحش في الارجوهات، كيخدم عقله وما كيتقلقش. واخا نيرفزو، واخا نتنيرفا مع دوك الدراري، ولكن نرفزوه باش، ولكن حدا راسو زاد واحد اللقطه دارها زوينه، خلاهم يهضروا الدراري شارب عقله، يعني عارف تزايد مع شي واحد غيقدر ياخذ الصفراء ولا الحمراء، قال انا كامل الفريق يربح كامل. هذا باش عجبوني مزيان. الحمد لله حتى هو كذلك، واخا دارك البيت مع محمدي ما كانش عليه يدير لي فيك ولكن الدنيا يعني راه واحد كيكون لاعب، كيكون كيدافع على الفريق ديالو. بغيناهم هادو كاملين يجيو عندنا المنتخب صراحه، بغيتهم كلهم يكونوا منتخب زوين. رحنا شويه
شويه زعما كاين فرحنا شويه في المونديال، وبغينا عاوتاني نبقاو نفرحوا شويه. خلى لي ديك المقابلات الحبيه وكل شيء. باغي الكؤوس صراحه، ما نكذبوش على راسنا، باغي الكؤوس. هاد الكاس الافريقي اللي داير لنا عقده، خاصنا نجيبوها وفرات، فهمتي؟ خاصنا نجيبوها وفرات. دابا هذا هو الجيل الذهبي اللي حنا فيه، بحال ديال 86 ايام الزكي وبودربالة. راكم عارفين الناس اللي قدام وعارفين الكره. هذا كان جيل ذهبي، كنا لعبنا حتى مع الالمان فاش تصيدنا في ذاك البيت، ولا ما تصيدناش، كان هذاك هو الواقع. ضرب في القنيت على الزاكي وسميتو عليه في تونس، ونيت مع الزاكي خسرنا الفينال. يعني اوقات ذهبيه خاصنا نستغلوهم، وهذا هو الوقت الذهبي خاصنا نستغلوه، وما نضغطوش على لا مدرب لا اللاعبين. نعطيهم داك الجو ونحيدوا، نحاولوا نبعدوا منهم دوك النقاد، دوك الناس اللي كي بزاف معيقين في النقاد. راه كنسمعوا في التلفازه كاين شي وحدين متصنت لهم كاع ما تصرت لهم في كاين شي منابر كيخرجوا فيها على راه حنا كنتصنتوا لهم عبر سميتو، راه كنشوفوا من القنوات ديال الرياضيه كاين شي نقاد زعما كاينين حتى يقولها زوينه ولا سكت. اما باش نقد هذا نقد في اطار يعني الاحترافيه. تكلم تقدر تنقديه، ولكن واحد الاسلوب يكون راقي، ماشي تبغي تبان في واحد البرنامج وتبدا تصيفط هوكو 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 هوكو. يعني راني فاهم، راه كاين اللي فاهم ولكن عنده اسلوب اخر باش يوصل الكلمه بلا ما يجرح هذا وبلا ما يجرح هذا. خير، نرجعوا حنا للمنتخب ديالنا. سير الكراكي، ها انت خويا، ها هما الدراري زوينين، دوك اللي كتقلب عليهم قدامهم موجودين. ها دياز، ها رحيمي بان، ها حمد الله، ها الكعبي، ها سميتو يوسف النصيري. ها هما كاينين، ولا كان جا شي واحد شي خرخور مرحبا به، خصوصا الا كانوا باقيين دراري صغار يعني جون. يعني راه نوصلوهم حتى 2030 فهمتي، يبقاو الدراري شادين لنا كونديسيون فيزيك سميتو، يلعبوا لنا الماتش تقريبا كاع لا وصلنا حتى 120 دقيقه، واخا يكونوا الماتشات متابعين 3 ايام يعني داكشي اللي كيوقع في البطوله. يعني 3 ايام وماتش، يكون عنده واحد النفس طويل، كونديسيون فيزيك يكون مزيان. نتمنوا الخير للمنتخب المغربي، وهذه هي الاخبار. ولكن كان اللي مازال كان على واحد اللاعب راه هولندي مغربي، فان باريزي، هذاك زعما راه حتى هو مستقبل. خاصها الجامعات تحط عليه الانظار قبل ما تنوضنا هولندا حتى هي تقول لك راه يبغي يلعب معها. علين نتمنوا الخير للمنتخب، ونتمنوا الخير للوليد، ونتمنوا الخير للجامعه، ونتساندوا المنتخب بالرغم من ديك الهزات والطبات وداك سميتو، ولكن المطبات، ولكن كنبقاو مغاربه وعزلنا هاد التوني. رانا عارف كاع المغاربه كلهم عزهم هاد التوني. شوف، راه ربما ما نبغيش ندير، ما كنبغيش ندير واحد الفرق ما بين المغاربه ديال الخارج والمغاربه ديال الداخل، ولكن راه كلهم مغاربه، ولكن راه كاين حب كبير ديال المغاربه ديال الخارج لهاد التوني هذا. ما كيناقضوا ما كيديروش انتقادات بزاف على اللاعبين وعلى المدرب خلال الجمهور اللي كيكون ديال الداخل ديال المغرب الداخل. كيديروا وخصوصا دوك كنقول بعض الصحفيين وبعض اليوتيوبرات وبعض سميتو كينتقدوا بواحد الاسلوب ديال حده. لا، ما خاصش تكون هكاك. لا، كتكون
يعني دوز الامور بواحد السلاسه، يعني تكلم وقول اللي بغيتي وبواحد اللطافه يتقبلها الاخر. الجاليه راه كتموت على هاد التوني، واخا كتشوف حنا كنخسرو، كيبقى فينا الحال وكل شيء، ولكن راه حنا كنموتوا عليه. راه ويل شي واحد يهضر على هاد التوني. كيف ما كان نوع راه يخرجوا ليه عقله، فهمتي؟ راه ما كاينش تقول لي هذوك اللي حدانا هنا واللي حداهم لهيه، او لا دوك الناس خامس رابع الدوله من جهتنا حنا، راه ما يهضروش على هذا، ما يهضروش على التوني قدام الجاليه المغربيه، راه ما يهضروش عليهم. ما تقول لي لا، كنقول الجاليه في المغرب، في الاوروب كامل وفي امريكان، يعني ما كيقدروش يهضروا. لا هضروا لا هضروا ما كاين حتى واحد ما هضروا بعضياتهم هذوك بدبر راسهم. ولا كيفاش كيكون شي مغربي وهضر شي واحد على هذا التوني، يعني يعول على راسو، راه غيسمع شي هضره ما غاديش تطلق ليه. وهذا على هذا الجاليه اللي في اوروبا ولا في امريكان، راه هاد التوني عندهم واحد الرمز، واحد المحبه، واحد شي حاجه كبيره. على هادشي كتلقاهم كاع الناس هذوك الجاليات الدول الاخرين مع الجاليه المغربيه كيحترموا المغاربه، كيحترموا التوني. ما يكون شي مغربي كينس ثقيل، يعني غير ما يتكلم زوين، غير ما يسد فمه، فهمتي؟ الحمد لله. والحمد لله حتى الجاليه المغربيه يعني راه ما مقصراش، وكتساعد وكتساند، وراه كتشوفهم في مكان شي ماتش ديال المغرب، وخصوصا في كيكون هنا في اوروبا، راه كيمشيو ليه. راه التيران بحال راك في المغرب، يا بالرايات، يا بالتوني، يا يعني باي حاجه، بحال راك في عرس. راه كتشوفوا نتوما، راه باين، راه كتشوف باش كيكون شي ماتش حبي ولا شي ماتش سميتو، راه كيكونوا المغاربه واخا كيكون حبي كيجيو كيضربوا كيلومترات وكيجيو. كيكون هذاك النهار هو العرس، خصوصا اذا كان لا جا بالسبت ولا بالحد. كتشوف كاع الطوموبيلات غاديين، كلشي فين غادي نتفرج في المغرب. كيكون ديجا انه مقطع الورقه وكل شيء وجاي فرحانين. هذه الشباب، انا الشباب ديال الجاليه المغربيه راه كيحبوا هاد التوني، هذا كيحبوا رايه المغرب. وهاد التوني هذا راه ويل شي واحد يتكلم على المنتخب ولا على المغرب، راه كيخرجوا ليه من الجناب في اطار دائما القانون، كلام زوين، ولكن داخل في العمق كتسكت لك هذاك اللي قدامك، احشم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.